السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي والسيراميكا والزمالك والإسماعيلي. الأهلي امبارح لعب ماتش كويس مع سيراميكا فريق تقيل قوي يا جماعة، فريق قوي جدا. خلص الماتش 1-0 بهدف لمحمود تريزيجيه ار2 من اللي قلبك يحبها. الأهلي وصل للنقطة التاسعة، وصل للمركز العاشر. الأهلي ناقصه حاجات كتير، ناقصه راس حربة، لان انت عندك محمد شريف يعني نسي الكوره، وعندك جراديشار يعني على الله حكايته خالص يعني. فواضح ان الاهلي في يناير هيحتاج اكيد يجيب راس حرب. الاهلي محتاج مدرب ليه شخصيه يا جماعه. يعني عماد النحاس كويس، بس بيخاف بيكش، هو خايف انه يخسر برضه. يعني لعب الشوط الاول كويس، الشوط التاني بدا يلعب يعمل تغييرات وبدا يدافع. انت خلاص انت ضاغط وضاغط الفرقه، والفرقه مش عارفه تعمل هجمه اصلا مرتده وانت ضاغطها. بقى كمل بقى، اعمل تغييراتك. انت عندك اصلا الوينج اليمين، الجناح اليمين ده انت على الله، انت مبوظه مدمره. ما تنزل يا عم حسين الشحات وثبته في الملعب. يعني حسين لما نزل هو عايز وقت. يعني حسين لما نزل حرك الفرقه شويه، بس هو عايز وقت. هو بدل ما انت كنت هتخلي طاهر هو اللي يلعب راس حربة، كنت خلي يا عم محمود تريزيجيه يلعبها مثلا، جربه فيه في الاخر بقى. ما هو خلاص بيبقى جايب اخره، مش قادر يجري، ياخد نفسه شويه. بس يعني هي بص، افكار الاهلي فيه يعني، عارف انت كانك ملبسه طقم مش طقمه، طقم غلط. محتاج حد كده يهندم له الامور خالص. فاتمنى ان الاهلي في اقرب وقت يكون تعاقد مع مدير فني كويس. اهم حاجه يكون شخصيه عشان يعرف يسيطر على اللعيبه. عندك مباراه الزمالك والاسماعيلي، كانت مباراه من طرف واحد. الاسماعيلي يا جماعه على الله حكايته خالص. قبل ما نخش في مباراه الزمالك والاسماعيلي، صحيح حصلت حالات جدل كتير قوي في ماتش سيراميكا والاهلي. عندك ضربة جزاء هنا، عندك ضربة جزاء هنا. الكرة اللي دخلت، انا مش عارف الفار ما كانش بيرجع كور الاهلي ليه، كان بيرجع كور سيراميكا بس. يعني ضربة الجزاء بتاعه طاهر اللي اتزق فيها، مع الفار ما استدعاش الحكم اصلا. لكن في ضربة الجزاء بتاعه سيراميكا الفار استدعى الحكم. كرة محمود تريزيجيه اللي جت في ايد المدافع، الفار ما استدعاش الحكم اصلا، مع انها كانت نفس الكوره. يعني هي الكوره ردت، جت الزقه بتاعت لاعب سيراميكا، هو استدعاها عشان سيراميكا فقط. الكوره اللي بتاعت بسام اللي اتشاطت وهو اصلا، هي دخلت جول اصلا، ده هو نزل عليها وبعد كده قام مطلعها بايديه وقف على الخط، ما استدعاش الحكم. فكان يعني حكم فار غريب الحقيقه. بس هو الماتش لو ما كانش خلص مكسب للاهلي، كان هيبقى فيه جدل رهيب. فهو كويس ان هو خلص بالثلاثه بونت للاهلي، عشان الحالات دي الناس تعديها. نرجع لماتش الزمالك والاسماعيلي. كان ماتش من طرف واحد زي ما قلنا. الزمالك السكواد بتاعه فايق، السكواد بتاعه بسم الله ما شاء الله. المدرب مثبت تشكيل، مخلي اللعيبه تعرف تندمج مع بعض. الاسماعيلي طبعا، يعني الاسماعيلي في وعكه صحيه بقاله فتره، مش عارف هيعملوا له ايه تاني الموسم دوت. يعني الموسم اللي فات لغوا له الهبوط، مش عارف الموسم ده هيعملوا ايه تاني يعني، الله اعلم. بس الزمالك الحقيقه الفرقه كويسه جدا. اخوان الفينا، اخوان بزيرة عشان هو بيزعل من الفينا، لاعب تقيل قوي. عضي الدباغ لسه ما دخلش في الفورمه، لسه ما مشيتش معاه. ادم كايد لعيبه الحقيقه يا جماعه. عبد الله السعيد، محمد اسماعيل، لعيبه كتير حلو قوي في الزمالك. بس القصه في الزمالك في حاجه، انت تقدر تستمر لغايه نهايه الموسم بلعيبه ملهاش بدايل. اعمل سمك ان اي لعيب من دول لو اتصاب انت مالكش بديل. يعني اخوان الفينا لو لا قدر الله اتصاب، مفيش بديل يقدر يشيله بنفس الامكانيات. كذلك راس الحربة، كذلك الوينج الجناح الشمال. انت حتى شيكو بنزا ما بيلعبش، بتلاعب ادم كايد وهو اصلا مش مركزه، فمش هيعرف يديك اي حاجه. فربنا يكون في عون الزمالك، وربنا يبعدهم عن الاصابات عشان يعرف يستمر في الدوري على المستوى اللي هو فيه. دوري الحقيقه السنه دي هيبقى قوي جدا، فهنشوف مفاجآت كتير في الدوري ده.
لغايه هنا تكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. يا ريت لو وصلت معايا لهنا يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. شكرا.